أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهد الأبراج. أهلا بيك يا برج الثور. النهاردة هنتكلم عن توقعات برج الثور للفترة من يوم 17 يناير حتى يوم 17 فبراير 2022. والقراءة دي قراءة عامة، يعني تنفع لرجال وسيدات برج الثور، وكمان القراءة دي قراءة لكل العشريات. أهلا بيك مرة ثانية يا برج الثور. النهاردة القراءة دي قراءة في غاية الأهمية لأصحاب برج الثور. قراءة بترشدك وبتقولك على أشياء يا برج الثور مهمة جدا هتحصل معاك خلال هذا الشهر. طيب، أولا ناخد فكرة عامة عن برج الثور قبل ما أتكلم في رسالة الفلك ليك يا برج الثور. برج الثور، طبعا انت تعرف ان الاشياء اللي بتجلب ليك الحظ يا برج الثور هي احجار كريمة زي الزمرد والمرجان. كمان اللون المفضل ليك يا برج الثور الاخضر والبرتقالي. كمان يا برج الثور صفات يجب انك تتجنبها يا برج الثور: الغيرة والعند. وكمان افضل مساء عندك في هذا الشهر هو مساء يوم الأحد. وأسعد الأوقات دايما بتكون بين الساعة 10 و12 بالليل يا برج الثور. كمان أسعد الأيام هتكون ليك في هذه الفترة يوم 18 و21 و22 و31 و15 و17 من شهر فبراير. اللون المفضل ليك دايما الأخضر والبرتقالي زي ما بنقول. حبك الكبير بيكون لمواليد برج العذراء وللجدي والعقرب. أهلا بك مرة ثانية يا برج الثور. أحب أعطيك فكرة بسيطة عن برجك الأول قبل ما أقول رسالة الفلك ليك يا برج الثور. أنت عامة يا برج الثور، سواء رجل أو امرأة، إنسان منظم، إنسان دايما جدير بالثقة، صبور. عندك العمل دايما يكون عمل جاد لا يعرف التعب. بتعمل حسب روتين دايما يا برج الثور. بتحب التقاليد والعادات المرغوب فيها. مستمع طويل البال. دايما بتميل إلى إثبات نفسك. بتؤدي واجباتك بضمير حي وثبات وصبر ومثابرة. إنسان عاطفي في طبيعتك. كمان بيواجهك خطر وهو عدم الوعي اللازم على كل ما هو خارج عن إطار اهتماماتك. دايما شكلك هادي وأنيق. بتحب الثقة والاحترام مع الجميع. دي صفات ليك يا برج الثور. كمان امرأة برج الثور منطقية وحساسة جدا، ومن أجمل الصفات التي تتميز بها أخلاقها اللطيفة المحاطة بالحب لجميع الناس. هقول لك إيه يا برج الثور رسالة الفلك ليك، خليك معايا. برج الثور، أنا شايفك في الفترة دي هيكون عندك جو من الانسجام والثقة في محيطك. وهتكون أيضا لا تعطي للمشاكل الصغيرة الكثير من الاهتمام. تتجنب المناقشات الفلسفية. بتعتني بحضور شخصيتك أمام الجميع في الفترة اللي جاية. ولكن يا برج الثور رسالة الفلك ليك بتقول لك: لا تكرم من أهانك، ولا تحنو على من قسى، ولا تحن لمن باع. بقول تاني يا رجل برج القوس ويا امرأة برج القوس: لا تكرم من أهانك، ولا تحنو على من قسى، ولا تحن لمن باع. معنى ايه الكلام ده يا برج الثور؟ معناه انك تخلي بالك ان اعظم النعم في الحياة هي راحة البال يا برج الثور. ان شعرت به فانت تملك كل شيء. احسن الظن بالناس كأنهم كلهم خير، واعتمد على نفسك كأنه لا خير في الناس يا برج الثور.
قد يصنع الصمت يا برج الثور ما لا يصنعه الكلام، وقد يعالج البعد أمور كثيرة لم يستطع القرب علاجها. ليه أنا بقول الكلام ده يا برج الثور؟ لأن البعض يريد منك ولا يريدك أنت، يعني يريد استغلالك ولا يريد حبك. لكن ثق يا برج الثور إن الشخص اللي بيحبك بصدق هو من يبحث عنك وهو في قمة انشغاله، وليس وهو في قمة فراغه. فخلي بالك يا برج الثور من الناس المستغلين اللي بيحاولوا يستغلوك. ولا تكرم من أهانك، يعني ولا تحن على من قصى، ولا تحن لمن باعك يا برج الثور. برج الثور، احترس من الجري وراء العواطف. اهتم بباب الرزق الذي فتحه الله لك، واكثر من العطاء خاصة لأصحاب الحق والمقربين إليك. هيكون عندك حظ وافر ولديك فرص كثيرة للقيام بها يا برج الثور. عندك كمان لقاءات عائلية، مشاريعك رابحة في الفترة القادمة. حياتك الزوجية سعيدة لأنك صادق في عواطفك وحبك، ولكن هناك من يحاول التدخل في شؤونك المقربين منك. اتركهم يسيرون في طريقهم وراقب أنت الأحداث من بعيد. العازبون من أصحاب برج الثور لديهم فرصة للقاء شخص يقبل مشاركتهم الحياة، وساعات بتشعر يا برج الثور بالغيرة، فكن حذر في تصرفاتك مع الجنس الآخر. ادرس خطواتك جيدا يا برج الثور ولا تلقي اللوم على الآخرين. قد ساعات بتفشل في البداية، ولكن سوف تجني ثمار طيبة في النهاية، وفي أرباح مالية ممكنة من عمل مفاجئ ليك يا برج الثور. ولكن ابعد عن الأشخاص المتشائمين لأن مزاجهم السيء يمكن أن يؤثر على معنوياتك. اقتصر في أموالك، واعلم يا برج الثور أن القرش الأبيض بينفع في اليوم الأسود. برج الثور، إن كنت قد ولدت في النصف الأول من هذا الشهر إنك لن تفتقد إلى الحظ، بشرط إنك لا تلقي نفسك في أمور هينة، وعليك أن تحافظ على المسافة الدقيقة بين الواقع والتقدير. ادرس خطواتك جيدا يا برج الثور، لأن في الفترة دي هيكون الشهر ده ممتلئ بالمفاجآت على الصعيد العاطفي والعملي. أنت تفكر في الحب ولكنك لا تعرف بالضبط موقفك منه. تصرف بهدوء وتعقل ولا تجعل دماءك تصور العقل. يجب أن تسيطر على قلبك إذا أردت أن تتجنب المشاكل. وفي نهاية هذا الشهر اقضي سهرة ممتعة مع الأهل والأصدقاء، وإلقي بمخاوفك وأوهامك خلف ظهرك، واستقبل صباح شهر جديد بإذن الله بكل تفاؤل وحب. أنا مش هطول عليك يا برج الثور، ولكن لو أول مرة تشوف القناة شرفني بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد، وإلى اللقاء.